مساء الخير او صباح الخير وقت على الوقت اللي انتوا هتشوفوا الفيديو فيه. النهارده بقى ايه؟ قررت اعمل حاجه خفيفه. ما هو كل يوم بقى انتوا في ايه، في حيره وهناكل ايه وهنشرب ايه، ومع غلا الحاجه بصراحه فالواحد مش بيبقى محتار يعني. فانا قمت رحت جايبه لكم ايه يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلت اما اعمل ايه، اخلي القوطه واقلي لهم بتنجان، اجمع لهم اكله كده ايه خفيفه وحلوه، وحبه كشري بعدس اصفر. جبت بقى هنا ايه، مش كيلو رز بصراحه، انا نقصت حبه من الكيلو عشان ما يقعدش ويترمي خساره. دلوقتي ما حدش بقى يرمي حاجه خالص، بنحتاج عليها. وجبت ربع كيلو عدس اصفر. على فكره يا جماعه العدس بقى دخل على 60 جنيه الكيلو. جبت ربع كيلو عدس، وجبت عملت كل عيل بقى ايه بالطين. وجبت طماطم، وقلت هخلي لهم بقى ايه، هعمل لهم كشري وطماطم وبتنجان. اكل كده ايه مشكل، اكل مشكل يعني ايه، متشكل اللي عجبه. بصراحه الحاجات دي بتبقى خفيفه وحلوه قوي. هنا بقى جبت العدس وحطيته، حطيت الرز على العدس وحطيت الحله على النار وحطيت شويه زيت. هو بعمله بزيت على فكره، انا اي كشري او اي مكرونه بعملها بزيت، ما بعملش بسمنه. وبعدها بقى كنت غاسله العدس على الرز، ورحت نازله هنزل بيهم بقى كده. انا اسفه. هنا بقى ايه، هنزل بالرز والعدس، هقلبهم تقلبتين كده في الزيت، واحط لهم شويه ملح. معلش يا حبايبي بصوا، احط له شويه كمون، انا ما كانش عندي كمون. انا اتفاجئت وانا بجيب الحاجه ما لقيتش كمون بصراحه، ما لقيتش الا شعره فلفل اسود صغيره. هو بيتعمل بكمون، يعني انتوا حطوا له كمون، انا ما كانش عندي. فحطيت لهم، ما بحطلوش الا هو الكمون بس، لما بتحطلوش لا بهارات ولا حاجات زي كده. هنا بقى ايه، شويه الملح وقلبته. وطبعا انتوا عارفين بقى الايدام بتاعه كأنك بتسوي رز. هنا بقى بعد ما خلصته بقى حطيته على النار. جيت بقى قطعت القوطة حلقات كده، وقطعت عليهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش يا حبايبي، ما اشتركش في القناه اشترك في القناه. وسامحوني ان انا بطول عليكم، عشان الحاجه غاليه جدا، فالواحد ايه مش عارف يجيب حاجه ان هو يعملها وكده. هنا قطعت الطماطم، وجبت قرن فلفل اخضر وتوم، وبرده حط لها كمون. انا ما كانش عندي كمون، فحطيت برده شعرة فلفل اسود. كمون يا حبايبي، الكمون بيدي لها طعم حلو. ونص ليمونه كده عصرتها. اكله حلوه وخفيفه. اقول لكم مع السلامه.